اول حاجه ما تاخديش اي حاجه دهب معاكي وانت رايحه تولدي، او حتى حاجه عزيزه عليكي وخايفه تضيع ما تاخديهاش، لان ممكن تقع منك تضيع وانت. تاني حاجه يستحسن ما نبقاش حاطين مونوكير واحنا رايحين نولد، لانه بيكون عازل لبعض الاجهزه وساعتها هيطلبوا مننا اننا نشيله، فيستحسن من البدايه ان احنا ما نكونش حاطين ونحط بعد الولاده براحتنا. تالت حاجة، لو شعرك طويل ضفريه اعمليه ضفيرة، وهبقى اوريكم ضفيرة معينة بتعملوها ما بتخليش الشعر يعني يفك من البهدلة وكده. او لو شعرك قصير في تسريحة شبه الضفيرة كده من قدام بتتعمل وما بتخليش الشعر برضو يفك خالص، وبيكون من ورا مربوط، برضو هعمل لكم فيديو بيها. طيب ده هيفرق في ايه؟ يعني بيفرق مع ناس كتير جدا، وانا منهم، اني اطلع شعري متظبط مش منعكش ولا حاجة. رابع حاجة، حاولي على قد ما تقدري يكون آخر شهر مخلصة كل حاجة وراكي، يعني تنظيف شخصي وتنظيف المكان اللي موجودة فيه علشان تكوني مرتاحة نفسيا وجاهزة أي وقت للولادة. عايزة أقول حاجة بالذات للمامز اللي هتولد، طبيعي إن أكتر وقت هتكوني مرتاحة فيه نفسيا هو ده الوقت اللي هتولدي فيه. فلو انتي في أواخر الشهر التاسع ومفيش أي بوادر للولادة، فحاولي تكوني أهدى شوية، تعملي حاجات تبسطك وتكون نفسيتك أحسن، وارد جدا يكون هو ده السبب اللي مأخر الولادة. آخر 3 شهور من الحمل بيبقوا متعبين ومرهقين، بالذات بيجي فيهم كمان طلق كاذب، فوقت ما تحسي بحاجة زي كده أو عندك طلق كاذب أو طلق فعليا تقدري تاخدي شاور دافي، هيفرق جدا معاكي وهتحسي نفسك خفيفة ومرتاحة. سادس حاجة، ادعي ربنا كتير في صلواتك ان هو يسخر لك ملكوت السماوات والأرض وتقومي انتي والنونو بأتم صحة وعافية. سابع حاجة، في قنوات كتير على اليوتيوب بتعلمك ازاي تتنفسي صح وقت الطلق، وازاي تساعدي نفسك واللي حواليكي يساعدوكي بجد ان الوقت يعدي بسهولة والولادة تتم على خير بإذن الله. المامز بقى اللي ولدت قبل كده اكتبولي ازاي الولادة بتاعتكم عدت، وايه اللي فاتكوا فعلا في الولادة، وايه عملتوه غلط بحيث الباقي يستفاد. بس كده، ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك او سبسكرايب علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية، ولايك للفيديو لو عجبكم.